السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده جايه لكم بفيديو جديد، وبالتالي جايه لكم بوصفه جديده هنعمل مع بعض الصينيه القمر اللي انتم شايفينها دي. انا مش قادره اقول لكم الريحه عامله ازاي، وكمان الطعم كان جميل جدا. هي فراخ مشويه بس مختلفه جدا عن اي فراخ انت شوتيها، يعني أطعم كمان من الفراخ المشوية على الفحم. فراخ طعمها كده إيه في حتة تانية. زي ما انتم شايفين أنا معايا دي مش فرخة كاملة يا جماعة، دي فرخة إلا ربع. أنا كنت واخدة منها نص الصدر، وكنت عاملة بيه الطبق بتاع الرز بالخضار. فدي مش فرخة كاملة، دي فرخة إلا ربع. ما احنا لازم يعني يا جماعة نتقشف بقى، الأيام دي الفراخ بقت أسعار سلاح وكده. بس الفيديو ده والله أنا كنت مصوراه قبل الفراخ يعني ما توصل الأسعار بتاعتها للسما، يعني الله المستعان، ربنا يعين الناس. فأنا طبعًا هاقطّعها قطع زي ما أنتم شايفين كده. أنتِ حابة يعني تسيبيها قطع كبيرة ما فيش مشكلة، حابة تسيبي الفرخة كاملة على بعضها وتقسميها من الضهر كده ما فيش أي مشكلة، هتبقى جميلة جدًا برضه. فأنا قطّعتها زي ما أنتم شايفين، أنا كنت غاسلاها طبعًا بالملح والليمون. أنا شطفتها بس كده مكان التقطيع، وعملت فيها فتحات، وهاسيبها كده إيه على البلانش على جنب. وبعد كده إيه هاستخدم بقى إيه الحاجات بتاعة الوصفة، نجهز الوصفة الخلطة بتاعتنا. معايا طبعًا كده إيه طبق كبير هاحط فيه دي حزمة بقدونس أنا مقطعاها، ودي معلقتين كبار كده من الزبدة أو مكعبين كبار من الزبدة، ودي معايا خلطة الدجاج. أنتِ مش عندِك الخلطة دي هتحطي بهارات الفراخ عادي، وتحطي التوابل الموجودة عندِك في البيت اللي هي الكمون والفلفل والبابريكا والكزبرة والحاجات دي، ما فيش أي مشكلة. لو الخلطة دي مش موجودة عندِك بهارات الفراخ تغني، وكمان التوابل العادية اللي موجودة عندنا في البيت. طبعًا حطيت التتبيلة دي على الزبدة على البقدونس اللي معايا، ورشيت عليهم رشة خل كده، وهاحط برضه معلقة كده من الملح. وهابدأ إيه أقلّب التتبيلة بتاعتي دي تقليبة كويسة جدًا، هي يعني قوامها بيكون متماسك شوية كده ما بتكونش سايلة، قوام علشان الزبدة طبعًا. والزبدة يعني إيه يُستحسن إن هي تكون إيه سايلة شوية، ما تكونش زبدة جامدة علشان إيه ما تغلّبكيش. وبعد كده هابدأ إيه أجيب بقى قطع الفراخ بتاعتي، طبعًا أنا مصفياها من المَيّة، قطع الفراخ دي متصفية من المَيّة. وهابدأ بقى إيه يعني أدخّل كل التتبيلة دي في كل اللحم بتاع القطع بتاع الفراخ اللي معايا. بجد يا جماعة يعني التتبيلة دي بجد يعني أنا أول مرّة كنت يعني أنا كنت مجرّباها مرّة قبل كده فعجبتني، فحبيت أشاركها معاكم. طبعًا إحنا كلّنا بنحب الفراخ المشوية على الفحم، لأ دي أجمد كتير من الفراخ اللي على الفحم. كلّنا متعودين إن إحنا بنعمل الفراخ مش بنضيف ليها مادة دهنية وكده، لكن جرّبي بجد الزبدة مع الفراخ هتدّيها طراوة وهتدّيها ريحة حلوة أوي، وكمان هتدّيها طعم جميل أوي، وكمان هتدّيها لون حلو وتحميرة كويسة. فأنا زي ما أنتم شايفين كده بقى إيه هاتبّل كل القطع الفراخ اللي معايا. طبعًا أنا حطيت على التتبيلة ليمون، وهارجع تاني أضيف ليمون تاني، يعني الليمون مهم جدًا في التتبيلات زي ما أنتم عارفين. فأنا خلّصت طبعًا إيه كل الفراخ اللي معايا، تبّلتها تتبيلة كويسة كده. هابدأ بقى إيه أجيب ليمونة كبيرة برضه أو ليمونتين المتاحة عندِك، وهابدأ بقى إيه أعصر الليمون كده على التتبيلة، وهاسيبها بقى إيه تاخد من التتبيلة كده إيه يعني أكبر وقت ممكن ساعة، 2 على حسب. ممكن تعمليها برضه تحطيها في التلاجة من بالليل، والصبح تشتغلي أو الضهر تشتغلي يعني. فأنا سِبتها إيه تبّلتها زي ما أنتم شايفين كده، وهاسيبها حوالي ساعتين أول ما أخلّص حاجات كده، وبعدين أرجع لها تاني. أغطّيها بقى بطبق، أغطّيها بورق stretch زي ما أنا غطّيتها كده، ما فيش أي مشكلة. المهم إن هي تستنى في التتبيلة مش أقل من ساعة يعني، علشان تاخدي طعم كويس. بجد التتبيلة دي بجد يعني أنتِ لو جرّبتيها يعني مش هتعملي أي فراخ غير بالطريقة دي بعد كده. فأنا طبعًا إيه رجعت لها بعد حوالي ساعتين كده رجعت لها، ومعايا طبعًا صينية كده وفيها إيه بصلتين كبار كده أو 3 بصلات كبار، يعني ما تستخسريش يعني حُطّي بصل. هي طبعًا البصل الأحمر بيبقى طعمه حلو في الحاجات دي، بس بصراحة ما كانش عندي غير البصل الأبيض ده، فأنا قطّعته كده بالطول أو قطّعته جوليان. أنتِ ممكن تقطّعيه حلقات، بس يُستحسن إن أنتِ تقطّعيه بالطريقة اللي أنا مقطّعاه كده، اللي هو بالطول أو تقطّعيه جوليان. وهابدأ أتبّله بقى بالإيه، بالتوابل اللي موجودة عندي العادية، الفلفل والكمون والكزبرة الناشفة. وكمان هاضيف عليه شوية بابريكا كتار كده، البابريكا هتدّي البصل يعني بصراحة لون حلو أوي. وكمان يعني من الأساسيات اللي موجودة في الوصفة بتاعتنا النهارده البقدونس والبابريكا والزبدة، هُم دول السر في طعم الفرخة بتاعتنا النهارده. فطبعًا أنا رصيت الفرخة بعد ما تبّلتها كده على البصل كده، وبعد كده معايا كل الحاجات دي صحيحة، معايا طماطم صحيحة، ومعايا كمان فلفل حامي وفلفل بارد برضه يعني القرن زي ما هو كده صحيح مش مقطّعاه ولا حاجة. ومعايا حوالي 6، 7 كده فصوص من التوم، برضه التوم اللي معايا توم صحيح مش دقّاه.
ولا فرماه ولا أي حاجة، يعني الطماطم صحيحة والفلفل صحيح والتوم كمان صحيح. وهابدأ بقى إيه، جنب الفراخ كده أحط الطماطم وأحط الفلفل وأحط التوم، وكده خلاص الوصفة بتاعتنا خلصت. هنعمل إيه بقى، هنلفها بورق فويل. يعني والله كانت دي آخر حتة من الرول بتاع الفويل. سبحان الله، يعني كل حاجة بتخلص يا جماعة. محتاجين نجيب حاجات كتير قوي الفترة الجاية بصراحة، يعني الله الله المستعان يعني. فأنا غلفت كده الصينية بورق الفويل وتقفلي عليها كويس. حابة بقى تدخليها في الفرن على يعني على نار هايفة، مفيش أي مشكلة، النار عالية الأول، بعد كده تهدي النار عليها، وبعد كده تخرجيها بقى تحطيها تحت الشواية. طبعا انا حطيتها على عين البوتاجاز بصراحه، ما دخلتهاش الفرن، وهتشوفوها بعد ما تستوي هيبقى شكلها ازاي. وبعد كده هبقى احطها على الشوايه. هنعمل شويه رز بقى كده إيه بشعريه كده جنب الفرخه الجميله دي. حابه تعملي رز المشاوي مفيش مشكله، حابه تعملي رز ابيض مفيش مشكله، حابه تاكليها بعيش مفيش مشكله، دي حاجه اختياريه. انا حبيت اعمل النهارده شويه رز بشعريه زي ما انتم شايفين. انتم عارفين طبعا انا في فيديو قديم على القناه انا كنت يعني عرفتكم يعني ان انا بعمل الشعريه بتاعتي ازاي. بس طبعا انا ايه، ان انا بحمرها في الفرن وباركنها كده وهي متحمره، واخد منها بتبقى بتسهل عليا. فانا ما كانش عندي المره دي من اللي هي كانت خلصانه يعني اللي متحمره، فانا حمرتها معاكم في السمنه والزيت زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده الرز طبعا كان معايا مغسول ومتصفي. بعد ما الشعريه اتحمرت نزلت عليه وحطيت شوية الملح، وهنزل عليه بشوية مية سخنين كده، كل حد عارف المعيار المظبوط بتاع الرز بتاعه. هحط المية السخنة من الكاتل، واسيب بقى الايه يشرب كده من المية بتاعته. وبعد ما يشرب من المية بتاعته هقوم مهديه النار عليه بقى واسيبه ايه يستوي على راحته. شايفين ريحة الرز على الشعرية طالعة جميلة يا جماعة والله. يعني في حاجات كده بتجوع. انا عامة بحب ريحة الشعرية وهي بتتسلق او مع الرز او هي كده مع نفسها، ريحتها بتبقى حلوة يعني. هنسيب الرز بقى كده ايه مع نفسه كده على نار على نار هاديه. شايفين بقى الصينيه دي انا ما حطيتهاش في الفرن يا جماعه، انا زي ما قلت لكم عملتها على عين البوتاجاز. وينفع تعمليها في الفرن ونسهل على نفسنا نعملها على عين البوتاجاز، يعني أنا بصراحه انا كسلت اولع الفرن يعني. هعمل ايه بقى، هرش رشه كده من البابريكا على وشها بعد ما تخرج من الفرن. انا طبعا ما ضفتلهاش اي دهون بقى، هي فيها الزبده. دخلناها بقى الفرن بعد ما رشناها رشه البابريكا، دخلناها الفرن تحت الشوايه حوالي 5 دقايق كده تاخد لون. وبعد كده خرجناها بقت بالشكل اللي انتوا شايفينه. بصراحة كانت والله ريحتها كانت طالعة حلوة جدا، وكمان كان طعمها جميل. عملت شوية سلطة بلدي عادي جدا، بعصر عليها ليمونة كده، حطيت لها الملح بتاعها وعصر عليها ليمونة كده. وبعد كده بقى ايه هنبدأ نقدم الفراخ بتاعتنا. بصراحة يا جماعة يعني الشكل طبعا بيتحدث عن نفسه، هي كانت جميلة بجد. فالمهم هعمل يعني منظر ديكوري كده، انت عادي تقدمي بالطريقة اللي انت عاوزاها يعني. فانا حبيت ايه اشارك معاكم يعني الطريقة بتاعتي دي. دول عادي فناجين عادية من بتاعة الشاي، فحطيتها كده. ودي الصينية اللي هي بتاعة الكيك، الكيك او بتاعة العيش التوست. حطيت الفناجين كده في وسط الصينية وقلبتها كده، بحيث ان انا احط في قلب الفناجين دي ايه السلطة كده تدي منظر حلو. يعني العيال بصراحة لما بيبقى طريقة التقديم بتاعة الاكل حلو، العيال بيفرحوا جدا كده وبيبقوا مبسوطين. والاكل جميل جدا يا ماما، وبرافو عليك يا ماما، ويعني كده واكسلنت يا ماما وحاجات كده يعني. فاحنا بنعمل علشان نفرح العيال وعلشان ناكل احنا كمان ونفرح برضو، مفيش اي مشكلة. حطيت الرز بقى والسلطه وبدات ايه اخرج بقى الفراخ بتاعتي كده ورصها برضو جنب الرز. والحاجات اللي احنا حاطينها الطماطم بقى والفلفل والبصل والحاجات دي، بصوا والله كان طعمها يعني اطعم من الفراخ نفسها للامانه يعني، علشان هي كانت شاربه برضو من التتبيله وخدت تحميره برضو تحت الشوايه. الفلفل كان طعمه جميل جدا والطماطم كان طعمها جميل جدا. انا عن نفسي بحب الطماطم المشويه، والناس طبعا معظم الناس بتحب الطماطم المشويه. طبعا ايه الطماطم بقى بعد ما استوت كده بقى بقت بالشكل ده. المهم هنحطها برضو كده جنب الفراخ وجنب الرز كده. المهم يعني ابدعي يعني وطلعي طبق تقديم كويس في النهاية يعني فرح العيال وابو العيال. يعني هو ملوش نفس. وشايفين بقى الصوص اللي هو ده مع البقدونس بقى مع الزبدة بقى، يا خبر مش عاوزة اقول لكم بجد بجد. جربي الفراخ دي ومش هتندمي، وبجد هتدعي لي على التجربة دي. انا طبعا
كنت جايباها يعني من واحدة من على النت وعجبتني جدًا وجرّبتها، فقُلت أمّا أشارككم الوصفة دي، فبصراحة كانت وصفة تستاهل التجربة بجد. فيا ريت بقى يعني بصراحة أنا باتعب جدًا، يا ريت بقى تشتركوا عندي في القناة وتدعموني باللايك وتفعّلوا زر الجرس يا جماعة علشان إشعارات توصلكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وباحبكم في الله.